انا مش بفهم ايه يعني صباع رجله الكبير وارم. محدش له قرصة، لا مش قرصة، ده ورمة، ده كسر، ولكن حد استناني لما انام وكسر رجلي. هو وجعاه قوي، مش عارف هو مش عارف هو من ايه، بس انا قلت ايه استنى لغايه بالليل، يمكن التهاب، يمكن غضب الام. قلت لك بلاش. مش غضب دول مش غضب الام، بس معرفش هو. ما تتصدموش من اللي هتسمعوه بجد. خدت صدمة النهاردة الصبح، يعني ايه 10/10. الحمد لله، اشكرك يا رب على كل حال. النهاردة بلغوني قالولي التليفون جاب بوردة، ومعنى ان هو جاب بوردة يعني نستقبل فيه العزاء قريبا. التليفون مش هينفع تاني، عايز بوردة. وغير كده قلقونا، قالولنا ممكن تشتري بوردة وتطلع من تليفون مسروق وتبقى ليها حكاية ورواية كده، ولو رحت جبتيها من الشركة هتتكلف اكتر من سعرها. فانا استعوضت فيها ربنا، وربنا ان شاء الله كريم ويعوضني. مش مشكلة اي حاجة، فدانا وفدا العيال، وناس كتيرة دخلت والله في التعليقات وبتواسيني، ربنا يخليكم. وفعلا هي يعني حاجة بتيجي وتروح، وانا ما زعلتش على فكرة عليه. انا يعني هو خير، كله خير. هو بس ايه الموضوع الفيديوهات، وان انا ابتديت انزل وكده، فابتدت بقى ايه يعني خلاص جبت بقى التليفون مظبطه، وعندي المايك حتى جبته. فاللي هو لما الاقي بقى كله كده فيعني اتضايقت شويه، مش زعلت على التليفون، اتضايقت على القناه، وان انا ابتديت انزل وكده فتقف. فهو ده بس اللي كان مزعلني، بس الحمد لله كله خير ان شاء الله. قولولي اعمل ايه، اجيب تليفون تاني جديد، ولا اوديه اسمه ايه التوكيل يشوفوا لي بوردة جديدة. بيقولك بتاع 5000 جنيه ولا 4000 جنيه، مش عارفة صراحة، مش عارفة. النهاردة بقى كانت اكلتنا حلوة قوي، قلت احتفل بالتليفون وان انا زعلانة عليه. عملنا محشي كده، ايه نفرح على نفسنا شوية. فطبعا عشان لولو الغالية فعملته ايه على مرتين. عملت النهاردة كوسة وفلفل، يعني المرة دي الطلعة دي. وبالليل هنعمل بقى ايه البتنجان والحاجات الحلوة التانية. لو انت بقى اول مرة تشوفيني، فانا نرمين، ودي قناتي نرمين الحبايب، وانتوا احلى واجمل حبايب، اخواتي حبايبي. يا لولو اسكتي يا لولو، قول لهم ازيك يا لولو. بالنسبه للحبايب اللي بتسالني، انا التليفون وقع مني، خد غطس في الغساله. يا جدعان تليفوني كان حاسس نفسه مش نضيف، بس قال يتنضف بزياده، فنزل في ميه بصابون بكلور خام. يعني ايه مش كلور، حتى كلوروكس، لا كنت بغسل ابيض وغسلت بالكلور الخام. خدوا بالكم، دي بقى الخلطه اللي تحت دي احلى من الفلفل والكوسه واي حاجه. بجد جربوا اعملوها كده، والصوص ده روعه على فكره. انا قصدي ازود الصوص، ما بيعملش اي حاجه، انتي بتطفي اول ما يستوي، والصوص ده بقى بيخلي الحاجات اللي تحت دي تحفه. بصوا انا بفرش تحت في الارضيه بصل، طماطم، جزر، عودين من الخضرة. حتى هو انا حاطه فوق كمان عيدان من الخضرة، بتديها ريحة كده وبتبقى فحة وجميلة. بيبقى طعمها مميز قوي. وكمان بقى الحشو بتاع الكوسة، اوعي ترمي حشو الكوسة ده، تحطيه بس كل ده يتبل، ما تحطيش حاجة كده. حتى الكوسة وانا قبل ما احشيها بحط لها تتبيله، بحط كده ميه ايه، بحط حبه فلفل اسود والبهارات بتاعه المحشي وملح وايه، احط كده بايدي بصباعي واحطه بقى في قلب الكوسايه من جوه، فايه بتبقى جميله وحلوه. بس بحطها بقى جوه التتبيله دي، بحطها جوه الكوسايه من جوه، بيكون طعمها حلو قوي وجميل، لان الكوسه ما بتشربش قوي التتبيله وما بتكونش الطف حاجه. فاهميني يا بنات؟ دي بقى ازاي انا عملتها. تعالوا بقى نشوف مع بعض المحشي انا ازاي بعمله. دي دهن
الدهن ده بيسيح، يعني حتتين دهن كده تحطيهم في قلب المحشي يديكي ريحة وطعم مقولكمش خرافة. انا مش بسيحه يا بنات، انا بجيبه زي ما هو كده وبخليه في الفريزر، واطلع منه ببقى غسلاه قبل وبعد، يعني بغسله واشيله، ولما عاوز بطلعه كده اشطفه، هو بيبقى عامل زي القطع كده. بيقولك افضل حتة بيت الكلاوي تجيبي منها الدهن ده بيكون جميل. طبعا بضرب له بقى يعني شفشق خلاط كتير قوي، طماطم بحبها. وعلى فكرة حطيت فيها لبن، لبن ايه يعني عشان شايفة اللبن اللي ورا بتاع بنتي بتاع ده. حطيت فيها قرن فلفل رومي، هموت واحط فيها قرن فلفل حراق، بس خايفة من لولو. اي نعم ممكن تاكل واحدة او اتنين، بس بصي ربتنا احنا كلنا بنحب نحط الفلفل والشطة والكلام ده. مربيانا مخلينا ناكل الاكل من غير شطة. بحط فلفل اسود ما اقدرش استغنى عنه، وبقول هي ممكن تستحمل الفلفل الاسود بس حرام الشطة يعني، لا صعب يعني بلاش. فبنحط بقى بعد كده بناكل بقى فلفل، نحط سلطة، نعمل اي حاجة تكون مشطشطة جنب الاكل وخلاص. انا هنا حطيت زبدة وزيت الاول وحتتين دهن كده، وسيحتهم في بصلتين كبار حلوين. على فكرة عندي الكبة وما بحبش اضرب فيها بالذات للاكل ايه اللي ده، يعني تقطيع الايد كده بتحس بيديله مذاق كده مختلف. اللي بيتقطع في الكبة بحسه بيصنن كده، وبتبقى تقطيعته صغيرة قوي لا اما كبيرة قوي، فمش عارفة ما بستلطفهاش يعني. انا الكلام ده بعمله في الكبة لو هخلط كيلو واتنين كيلو يعني كميات، لكن قليل لا. تكونوا بخير النهارده، تكونوا بخير النهارده بقى يوم المحشي، يوم اللي بنحبه، الذي ينتظر الجميع، الذي يتمنى اللي احنا بنتمناه يبقى كل يوم يعني. بصوا احنا هندوق ونقول لكم، بس احنا ما بنحبش المحشي قد ما بنحب البهريزي اللي تحت كده. ابراهيم في اصعب الاكلات بياكل بالشوكه والسكينه، مش فاهمه ازاي. في الكوارع كلت بالشوكه والسكينه، اموت وافهم كلتها ازاي. بس حلوه المره دي ماسكه نفسها. المره اللي فاتت لما كنت باكلها بالشوكه والسكينه كانت بتقع. طب انا ليه اطول منك؟ طب ما تيجي تبدلي، شكلك واحد هيبقى وحش. لا عشان الكرسي بتاعك عالي وانا مش بحب اقعد على الكرسي ده. طب تعالي هنا. عايزه اوريكم المحشي من جوه لونه احمر ازاي. لونه احمر جميل. بجد لا جميل. بالنسبه لحبايبي اللي كانوا عايزين يطمنوا على التليفون، خلاص احنا بنستقبل فيه العزم. بنتحاول نتقبل هذا الموضوع. جاب بوردة. نصيحة ان التليفون يبوظ ما يستعجلش عليه التشغيل، مع ان انا ما استعجلتش، بس الراجل بقى الله يسامحه هو لما نضفه قال لي جوزي روح حطه بقى في الشحن وجربه. بعد كده ما اشتغلش طبعا ان كان ضرب، ف ده انا هاكله كده. لا بجد يا جماعه مش الخلطه من جوه. اللي بيفتكرني ان انا ما بتكلمش، لا يا جدعان انا ما بتكلمش عشان بس انا باكل، ببقى مركز اوي في الطعم في الاكل. موجودة ما بقاش. على فكرة هو مش بياكل بالشوكة والسكينة عشان قدام الكاميرا، لا عادي عادي. لا بحب اكل مع لغوصة ايدين. هو راجل فيها مشكلة النهاردة مش عارفة حاجة.
زعلني امبارح، نام صحي لقي رجليه ورمة خلاص ولا فاكر هو عمل ايه ولا اتخبط ولا عمل اي حاجة. فضايح. بس انا متعودة معاهم كده اللي بيزعل انا بزعل منه بيحصل له مصيبة سودة. وقت لولو ممكن جاست تاكل، خلاص هي سنة وشهرين. ماما فاكرة دي هتعمل لنا ايه؟ نزل دي خلي خلاص. بالك قايلين لك في التعليقات تعملي مكرونة جبس. بص الصباع ماسك نفسه ازاي. بالراحة. انا بقى تفاصيل باكل بايديا الاتنين. بس ليه؟ هو المحشي اصلا بيجي الاتنين، بس انا يعني انا باكل بايديا الاتنين عشان لونه نايم، بستمتع، بحس ان انا عايزه الغوص. والله يا ابني نفسي اعمل زيك كده عشان اكل قليل، بس مش عارفه. دي بيعملوها الطريقه اللي عايزين يخسوا. بس اكتر من كده هطير في الهواء. هطير. لا انا بحب اعمل مركبات، بس يعني ايه. لو شيل دي طب الحل عشان تشوف. الفلفل ده مش فلفل عادي، ده فلفل احجام كبيره. جبت كده وكده. بص الخلطه لونها عامل ازاي. وانا بعمل الفلفل قلت حاجه غريبه، قلت انا مش عارفه ازاي ممكن حد ياكل محشي من بره. اللي هو ايه على اللغوصه ده احنا بنقعد يعني ماما لما تعمل حاجه اقول لها اغسل ايديك. انا لما اعمل حاجه اغسل ايديك مره واثنين وثلاثه. اللي هو ايه احنا قرفانين اللي هو احنا هنلغوص بقى في الرز وهنعمله لا، فبنقرف. فتخيل ان انت بتاكلي ده من بره، فصعب قوي. حتى النهارده انا ما حطيتش رز عشان اعرف اكل براحتي. لا بس بجد الخلطه بقى اللي تحت دي ايه يا بنات؟ بفرش لها تحت فرش. ايه هي؟ بصل، جزر، طماطم، بتنجرة. والتوابل لا الكبيرة. حشو الكوسة. يا لهوي حشو الكوسة ده في العادي ممكن ترميه زي البتنجان، لكن هنا لا. ترمي الكوسه. ترمي الكوسة بس ما ترميش الحشو. يعني احنا بنتخانق مش على البتاع، لا، على بنتخانق على اللي تحت. وانا بقى بقصد ازود لها سيكة شوربة عشان يتساب فيها شوربة، ما تنشفش كده زي ما بشوف نقلب نلاقي الشياط من تحت. لا ده بيبقى جوسي وجميل. انت هيعتمد عليك في حاجة لما تشيليه لما اشيله وهو لسه فيه صوت. لا يعني اصلا الناس بتقول لك انا شايفه، طب انا شايفه ليه يعني؟ هو هيغرق. المهم بقى صح، هو في حد ممكن يصحى رجليه وجعان من غير ما يبقى فاكر ان هو اتخبط؟ انا بقى بستعيد من الفلفل بدل الشطه، بس للاسف طلع برضه مش حراق. عامله زي اللي بتاكل خيار. تعالى يا حبيب قلبي. ايه ده مش الذي يتمناها الجميع. ما في في المعلقه بتاعته اهي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا معلم؟ قولوا لي ايه اكتر محشي بتحبوه؟ انا بحب خلطه المحشي، يعني لو جابوا لي رز محشي كده انا هاكله ما عنديش اي مشكله.
انت 2 وانا 2. والبشرية اللي قاعدين جوه دول مالناش دعوة بيهم. انت 2 وانا 2. ايه مش هقدر. ايه مش هتقدري؟ طب ما تقول. خلاص انت واحدة. اجيلك بعد شوية. على فكرة ده فطارنا وغدانا مع بعض. عشان من الفطار بنعمل فيه، بس من اجله ننتظر كل ما نبقى مش عارفة مش عارفة علشانه عادي نستمع، لكن من كتر العرب مع اني ما بسمحوش كرتون يعني. لولو اللهم احفظنا شكلها هتقول. كرتون يا ماما عندها 15 سنة. ما انا بقول لهم يعني احسن افتكروا من كتر الكرتون. كرتون يا جدعان. ابراهيم اسرع كانش يعرف ان في حاجه اسمها كرتون لغايه سن 7 سنين. بعد كده اكتشفت ان في حاجة كرتون. عكس لما كبرت عرفت ان في حاجة كرتون وانا صغير لا. فادي هو عرفوا بدري. انا ضهري وجعني من الاكل. ده ايه السبب؟ لا تشم الكرسي. ايه؟ الاكل بالايد متعه. انا ممكن احطه في المعلقه عشان البرستيج بقى لا. سخن بالذات من غير لولو. يا انا عارفه. انا بقى عشان ايه دي ببقى حاسه ان هي مش موجوده. عارف اللي هو انت ايدك لازقه كده ومضطر تتعامل بايد واحده. جوزي لما بقول له مثلا افتح الباب وانت شايل لولو، ازاي يعني ايه ازاي؟ عادي يعني مش مشكله. لا ما بيعرفوش. يا لهوي الرجيم في ذمة الله. انت لو بتاخدي عند واحد او عند بتاع الجيم كان زمان طالب لي جمبوري. انا ده بقى ممكن ما اكلش جنبه ولا لا. انا متهيألي ليه بحب برضه بشوف السكينة لما بمسكه ما اقعدش يبقى سخن في ايديا، اكل واكتشف في بقي بيبقى مرة اللي هو ايه اكتشف ان هو سخن في بقي. هو انا بقى يعني انا ببقى ماسك عادي، هو لا اكتشف ان هو سخن اصلا. بس عادي تمام. ما انت واخد خلطة كتيرة ما حطيتليش اصلك خلطة. الحلة كانت قدامي. ما انت اللي كنت بتغلي. الخلطة مش مفيدة عليك، خدي مفيدة عليك انت. خدي معاك. انا رفيع. بنطلع في الاكل ده بيروح فين؟ حاطيني جردة كده. على ايه؟ على الاكل ده بيروح فين؟ يعني بيروح فين؟ الاكل اللي باكله ده اصل منه كتير. هو الناس اخر معلقة عشان كده خلص. يلا باي باي. باي باي. لايك الشهر.